الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء عبر تلفزيون الشارقة في برنامجكم التربية النبوية للطفل. هذا البرنامج الذي نقف فيه على قواعد وأسس في باب تربية الأطفال. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي عن البناء العاطفي للطفل، وما لهذا البناء من أهمية في سلوكه وفي توجهه وفي حياته التي يعيشها. وكررنا لكم أن الطفل إذا لم تغرس في قلبه وفي روحه البناء العاطفي وهو صغير ربما ينشأ وفيه نقص وهو ماذا؟ وهو كبير. ولذلك يهتم علماء النفس وعلماء التربية بجانب البناء العاطفي. ونحن ذكرنا من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جانبا من هذا البناء العاطفي ماذا؟ للأطفال. في هذا اللقاء سنتكلم على قضيتين أو ثلاث تتصل بالبناء ماذا؟ العاطفي، وهي مهمة كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ الطفل. من أعظم أنواع البناء العاطفي لدى الأطفال مسح رؤوسهم وتفقد حالهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما إذا رأى الأطفال يمسح على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على صبيان الأنصار فيمسح على رؤوسهم ويقبلهم. يمسح على رؤوسهم، لماذا؟ لأن المسح على الرأس هو نوع من أنواع الحنان، هو نوع من أنواع العطف، هو نوع من أنواع إظهار الحب لهذا الطفل. وهذا هو البناء العاطفي الذي نحن نذكره في كلامنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من أراد أن يلين قلبه فليمسح على رأس يتيم. لماذا يمسح على رأس اليتيم؟ لأن مسحك على رأس اليتيم هو نوع من أنواع إعطاء هذا اليتيم الحنان والعطف الذي افتقده بسبب فقده لماذا؟ لوالديه. ولذلك تجدون علماء النفس دائما ما يذكرون أهمية المسح فوق الرأس بالنسبة إلى البناء العاطفي للطفل. أعطيكم مثالا آخر. يقول جابر بن سمرة والحديث عند الإمام مسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، وهي صلاة ماذا؟ الظهر، وكانت تسمى الصلاة الأولى. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى وهي صلاة الظهر، فخرج عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في استقباله حاجته لأهله. وكان جابر رضي الله عنه في ذلك الوقت ما زال صبيا. قال: فاستقبلني النبي عليه الصلاة والسلام، أي خرج وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج. قال: فوضع يده على خدي. قال: فوجدت برد يده عليه الصلاة والسلام. الله، أيها الإخوة المشاهدون، تأملوا معي كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم خده على جابر، حتى أن جابر بن سمرة لم ينسى هذا الفعل للنبي عليه الصلاة والسلام حتى عندما ماذا؟ عندما كبر وهو يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوجدت ماذا؟ أثر برد يدي هي على خدي، وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح هذا شرعا عاما إلى يوم القيامة. تفقد الأطفال ومسح رؤوسهم مما يجلب السعادة في قلب هؤلاء الأطفال، ويجلب الأنس والراحة. حتى عندما يكون الطفل هذا ليس ولدك، عندما تأتي إليه وتضع يدك على خده أو تضع يدك على رأسه وتقربه إليك، يشعر هذا الطفل بالحنان ويشعر بالطمأنينة ماذا؟ إليك. وهذا هو الذي نريد أن نكونه، وهو البناء العاطفي ماذا؟ للطفل. من أنواع البناء العاطفي تفقد أحوال الطفل والاستماع إليه والحوار معه والكلام المباشر ماذا؟ معه. هذا من البناء العاطفي المهم لدى الطفل، الحوار مع الطفل. كثير من الآباء
دائما ما يقاطع أبنائه، لا يسمع إليهم، لا يحاورهم. تجد أنه ينشغل في هذا الزمن، وهذا خطأ أقع فيه أنا ويقع فيه كثير من الآباء والأمهات كذلك. تجد أن الطفل يتحاور معه وهو ماذا؟ وهو على مواقع التواصل الاجتماعي، التويتر أو الفيسبوك، أو يتكلم في بعض البرامج، فتجد الطفل يتكلم يتحدث وهو لا يصغي إليه ولا يسمع منه. فالطفل مع تكرار هذا الفعل يقول لك يا أبي لا تسمع مني، أو اسمع إلي، أو خذ مني. يجد الطفل الغيرة من الهاتف الذي تحمله، ماذا؟ لأنه سبب لعدم سماعك ماذا؟ منه. الحوار أمره مهم في البناء العاطفي ماذا؟ للطفل، ولأجل ذلك لا بد عليك أيها الأب أن تتحاور مع الطفل وأن تسمع منه، لأن هذا مهم في جانب ماذا؟ البناء العاطفي. أختم هذا اللقاء بقضيتين مهمتين. القضية الأولى، نحن تكلمنا عن البناء العاطفي وعن أهميته، ولكن هناك شريحتين لا بد أن نركز عليها. الشريحة الأولى البنت، الشريحة الثانية ماذا؟ اليتيم. وسأولي هاتين الشريحتين بالعناية والاهتمام لسببين: لفرط حساسية تلك الشريحتين، ثانيا لإهمال كثير من الآباء والأمهات لهاتين الشريحتين. الشريحة الأولى البنت. البنت أيها الأب تختلف في التربية عن الولد. لماذا؟ لأن البنت تشعر في شخصيتها بالنقص منذ نعومة أظفارها بخلاف ماذا؟ الولد. وهذا النقص للأسف نحن السبب فيه، وكثير من الآباء السبب فيه، لأنهم يهتمون في الغالب يعني بالعطف والحنان والاهتمام والرعاية والإهداء للولد أكثر من البنت. فتجد أن كثيرا من البنات تنشأ وهذا النقص العاطفي موجود فيها. والبنت، وهذا قضية في التربية لا يهتم فيها كثير من الآباء، البنت البناء العاطفي فيها يتأخر أكثر من الولد. فتجد أنها تبلغ، وتجد أنها ربما تتزوج، ربما تكبر، وما زالت تحتاج إلى العاطفة من ماذا؟ من الأم والأب. تحتاج إلى التقبيل، تحتاج إلى الحنان، تحتاج إلى السؤال، تحتاج إلى الاهتمام، تحتاج أن تضمها إلى صدرك، تحتاج أن تهتم بها، أن تظهر محبك لها، أن تظهر عاطفتك لها، ليس بالفعل حتى بالقول. ولذلك سبب انحراف كثيرا من البنات في زماننا هذا، سواء بمحادثتها للشباب أو بوقوعها بجانب من الفواحش والمنكرات، السبب في ذلك أنها تفتقد العطف والحنان من الأب ماذا؟ والأم تجاهها. فماذا تفعل؟ تبحث عن هذا العطف وعن هذا الحنان خارج المنزل. فتجد شاب ربما يخدعها بكلامه المأسول، فيظهر لها حبه لها، ويظهر له اهتمامه بها، ويظهر له عاطفته تجاهها، ويظهر مدحه لها. فتنجذب البنت من غير شعور إلى ماذا؟ إلى هذا الشاب. وهذه غريزة يستغلها كثير من الشباب تجاه ماذا؟ تجاه البنات. فأنا أقول وأهمس لك أيها الأب، لا تجعل للشيطان إلى هذه البنت سبيلا. واعلم أن البنت تهتم بالهدية، وتهتم بالكلمة، وتهتم بالمدح، وتهتم بالتقبيل والضم أكثر من ماذا؟ من الولد. لا تقل أيها الأب إن هذا ضعف، لا تقول أنا كيف، أنا كبرت، أصبحت كبيرا في السن وأضم هذه البنت وهي متزوجة، أو أقبلها فوق رأسها وهي بنت كبير. أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت عليه فاطمة يقبلها عليه الصلاة والسلام، ويجلسها بجواره ويقول إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويحزنني ما أحزنها. وفاطمة رضي الله عنها قد تزوجت بعلي وأنجبت الحسن وأنجبت الحسين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بتاتا يهمل الجانب العاطفي في معاملته ماذا؟ لفاطمة.
فكيف بنا نحن نهمل بناتنا ونهمل فلذات أكبادنا من البنات، فلا نعبه بهم إذا تزوجوا، ولا نعبه بهم إذا وصلوا إلى الثانوية والمرحلة، ونقول إن هذه البنت كبرت، لماذا أقبلها؟ لماذا أضمها؟ لماذا أضع لها الحنان والعطف؟ أقول لك أيها الأب، هي بحاجة إلى العطف والحنان ربما في هذه المرحلة أكثر من حاجتها في أثناء ماذا؟ صغرها. لا تجعل هذا الحنان وهذا العطف تبحث عنه في خارج المنزل، فإنك والله ستجني أثر ومغبة أنك لم تبني هذا البناء العاطفي مع هذه البنت. في النهاية الشريحة الأخيرة اليتيم، فلنتكاتف جميعنا كمجتمع في أن نوجد البناء العاطفي لهذا اليتيم، فهو فرد من أفراد المجتمع، لا بد علينا أن نقدم له البناء العاطفي، لا بد علينا أن لا نهمله، لا بد علينا أن نحتويه، لا نجعله يصل إلى الإجرام وإلى الفجور بسبب أننا لن نحتويه. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاته، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى السبابة والوسطى. أقول لكم في النهاية البناء العاطفي، التقبيل، الضم، الحنان هو مهم في تربيتنا لأطفالنا، فلا نهمل هذه القضية ونجعلها قضية جانبية، فهي قضية محورية في باب تربيتنا لأطفالنا. وفقكم الله في هذه التربية وأعانكم عليها، وجعلني وإياكم في هذه الأوقات المباركة آباء صالحين نأخذ بأبنائنا إلى بر الأمان ونربيهم التربية الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. بارك الله لي ولكم في هذه الكلمات، ونفعني الله بما فيها من العبارات، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.